ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتايه باذن الله تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه وان شاء الله تقدروا تنفذوها باذن الله. هنا معايا 5 بيضات. لو البيض صغير زي ما قلت لكم قبل كده هنحط 6. تمام. انما عشان التورتايه عندي فانيليا، كلها فانيليا، فانا حطيت 5 بيضات. حطيت 5 بيضات ونص كوبايه ميه ومعلقه محسن ورشه فانيليا، وضربتهم مع بعض في العجان الاول. وبعد كده ضربت حطيت 500 جرام دقيق سبونج وضربتهم كده زي ما انتم شايفين. وهحطهم في الصينيه بتاعتي وهسويهم وادخلهم الفرن على درجه حراره 180 الرف الاوسط. بعد ما يطلعوا بالشكل ده ببدأ اقشر السطح بتاعها كده زي ما انتم شايفين. انا بمشي بايديا كده، بايديا على السبونج كده بيطلع بكل سهوله. طبعا بعد ما طلعت من الفرن سبتها هدت شويه وبعد كده غطيتها. زي ما انتم شايفين كده نضفت كده السطح خالص. هبدأ برضو اقشر القاع بتاعها زي ما انتم شايفين كده. باخد بس رقة بسيطة ان انا اوحد اللون بس. خلاص كده بعد ما قشرتها هبدأ اعملها على 4 طبقات. بقطعها على رجل المنشار بالظبط، لا على فوق رجل المنشار بحاجة بسيطة. تمام. هحط بقى كل الطبقات بالشكل ده وهنضف مكاني وارجع لكم. حطيت هنا قطعة كده كريمة وبعد كده هحط الاسبونج بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بحط طبقة كريمة حلوة وطبعا بسقي بشربات خفيف. انا عايزه اقول لكم بعد التورتيه دي جدا طلب تورتيه تانية العجان وقف خالص مرضاش يشتغل، فادعولي كده اقدر اصلحه وابقى دايما معاكم. بجد جاي في وقت صعب جدا، وقت انا واخده فيه حجوزات يعني ربنا يستر. وقف خالص ما عادش راضي يشتغل خالص، فادعولي. المهم هنا حطيت كريمه زي ما انتم شايفين كده. انتوا حتى تلاقين العجان مش موجود. انا اتصلت على الشركه بتاعته كده ولسه هشوف هيعملوا ايه معايا، بس جاي في توقيت صعب قوي، مش عارفه هعمل ايه والله. ما علينا. المهم حطيت الطبقات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا اخدت رقه بسيطه من الاسبونج اللي هو ده عشان اللي تحته لان كان جاه رقيق شويه، فاخدت شريحه بس بسيطه ان انا احطها في المكان اللي كان منخفض ده. تمام. وحطيت اخر رقه زي ما انتم شايفين كده. يعني انا كملت الاسبونجات. عارفين المضرب اللي كان معايا قبل كده؟ المضرب اللي كنت شارياه كان 150 واط تقريبا، 150 واط اي. هو ضعيف اي نعم، وطبعا ما بيعليش الكريمه ولا بيعلي حاجه خالص، بس مضطره ان انا اشتغل لاني واخده حجوزات. بس الحمد لله يعني، الحمد لله. بدات احط بقى الكريمه كده كميه حلوه. طبعا الكريمه زي ما انتم شايفين تقيله وحلوه، بس طبعا ما ادتنيش الكميه اللي العجان بيديهالي. بدات اجلس كده كويس جدا. اي مكان بقى ظاهر فيه الاسبونج بداريه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين بدأت اجلس كويس.
بدأت كده اشنشر الجنوب زي ما انتم شايفين كده، وامسح كده عشان لو في مكان عالي او حاجة ابدأ اشيل منه عشان السطح يبقى مستوي كده وشكله حلو بالشكل ده. انا ممكن اجلس مرة واتنين وتلاتة لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده. ولو حسيت ان في مكان السبونج باين منه برجع احط له تاني وامشي تاني، مفيش مشكلة عندي خالص. اهم حاجة النتيجة في الاخر تكون راضياني. دخلتها طبعا التلاجة شوية عما سيحت النوتيلا كده. النوتيلا بسيحها بشوية زيت. هنا جيت احط بصراحة بالمعلقة لقيت الموضوع ممل قوي، فحطيته في كيس كده وهبدأ اعمل الدريب كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده بدأت اعمل بالنوتيلا. هظبطها كده وهدخل بالنوتيلا كده لجوه اعمل نصها كده نوتيلا بني. انا كان ممكن محطش تحت الصورة اي حاجة، بس انا حبيت احط برضو طعم التورتيه. يعني الصورة اساسا هتتاكل اي نعم، بس برضو يعني التورتيه يبقى لها طعم مش هتبقى فانيليا بس. وحطيت هنا جناش كده وهعمل نصها بس جناش بالشكل ده بمشي عليه. مش مهم شكله يعني يبقى متناسق لان كده كده هيبقى تحت الورقة اللي هي الشوجر شيت، يعني صورة الشوجر شيت. تمام. معلش. بدأت كده اظبط النوتيلا البيضة زي ما انتوا شايفين كده. همسح طبعا البورد وادخلها التلاجة شوية. شوية النوتيلا بقى اللي فاضوا معايا كده حطيتهم على شوية كريمة وهبدأ اجيب لون اي الوان بقى انتوا تحبوها. انا بصراحة اخترت اللونين دولت، هي قالت لي اعمليها على ذوقك وانا حبيت اختار اللونين دولت لايقين جدا على الصورة اللي انا هحطها. دايما الزواق اللي هيبقى جنب الصورة بالذات لازما يبقى في واخد من الصورة، فاهمين قصدي، واخد من الوان الصورة حتى لو الوان بعيدة شوية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اجيب القمع بتاعي وحطيته في الكيس وهبدأ اعبي الكريمة بتاعتي. عبيت الكريمة بتاعتي وهبدأ هنا بقى. انا بصراحة كنت ناوية اعملها كلها بامبي ورجعت بصيت على الصورة كده وانا بقطعها قلت لا انا هعملها لونين. مش عارفة جاتلي الفكرة دي ليه، بس يعني قلت لا خليها لونين تبقى اشيك واحلى. تمام. بدأت اقص بقى الزوايد زي ما انتوا شايفين كده، الزوايد اللي هي البيضة اللي بره. انا عايزة بس الصورة اللي جوه. تمام. ببدأ افتح كده الصورة واحطها. ودي نوتيلا انا حاطه عليها شوية زيت صغيرين جدا، يعني تقريبا لا يذكروا، يعني بس ايه ان هي احركها بس شوية ان انا اعرف افردها على الصورة بس. وممكن تعملي جناش، يعني لو مش حابة تحطي نوتيلا ممكن تعملي جناش وبرضه تخففيه مش جناش، شوكولاتة وتحط عليها شوية زيت برضه قليلين، يعني زيت قليل كده حوالي معلقة ولا حاجة، ان هي بس تخلي الشوكولاتة ما تقفش يعني عشان ما تتكسرش. تمام. وممكن تحطي نوتيلا. انا بصراحة قلت احط نوتيلا كده اجرب واشوف رأي العميل هيقول لي ايه. بصراحة ما جربتش النوتيلا قبل كده على الصورة، بس يعني بتهيألي زي الشوكولاتة البيضاء بالظبط مفيش فرق فيها يعني.
سبتها بس على الورقه كده لحد ما شفت شويه، ودخلت التورتايه التلاجة. تمام كده، هسيبها بقى تشف شويه وهدخل التورتايه التلاجة. وبعد ما طلعت يعني ما سبتهاش كتير، يعني مجرد ما حسيت ان النوتيلا اللي على الصوره بدات تشف كده قمت جايباها على طول، قمت حطاها. تمام، وقمت حطاها بالشكل ده وبضغط عليها بالراحه جدا، واحاول ان مفيش حاجه تيجي عليها عشان تفضل الصوره يعني لونها حلو ومش بهتانه ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اجي بقى اعمل وردات كده. انا كنت بقنع نفسي ان انا هعملها كلها اللون ده، بس بصراحه انا بدات كده باللون ده ناحيه لو لاحظتوا ناحيه البنوته اللي لابسه نفس اللون. قلت كده هشوف يعني لحد هنا، ووقفت اهوت قعدت افكر. قلت لا، انا هعمل من تحت اكملها كده روزيتات اقفلها زي ما انتم شايفين كده. وجبت شويه كريمه تاني، ضربت شويه كريمه تاني، حطيت عليهم شويه نوتيلا برضو، وحطيت عليهم لون اصفر لحد ما خدت درجه عجباني، يعني درجه باينه ان هي لون زاهي كده. تمام، بدات احط نقطه بنقطه كده. انا عايزه لون مش فاقع قوي ومش هادي قوي. تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا عارفين ان انا شاريه شويه اقماع قريب، كنت عامله لكم بهم فيديو يعني في الاول كده، وبعد كده عملت تورتايه في نفس الفيديو. الاقماع دي كان فيها نفس القمع الورده تاني. تمام، فجبته وبدات اعمل بيه اهوت زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم على حاجه، ما تعملوش الورد ده غير ما تاكدوا ان التورتايه شاده في التلاجة، يعني لازم أن تكون شاده حلو في التلاجة، عشان النوتيلا لو مش متماسكه ممكن يتزحلق الورد ده ينزل على التورتايه. تمام، فناخد بالنا من النقطه دي. بدأت من تحت كده اعمل روزيتات زي ما انتم شايفين كده. هي فكرتها بسيطة جدا بس شكلها بجد تحفة، وعجبتني بجد يعني في الاخر، وعجبت العميلة جدا جدا وبعتت لي شكر. بتقولي بجد شكلها جميل جدا. هي كانت عاملة عندي تورتيتين بالصورة برضو. في تورتايه انا كنت عايزة والله احطها لكم في نفس الفيديو، بس يعني قلت خليها في فيديو تاني احسن، ممكن احطها لكم مع الفيديو المهم هنا بدأت كده احط قلوب كده لونها ذهبي، والجهة التانية قلوب لونها ابيض. تمام، لقيت اللونين دولت هيليق معاهم جدا مع الورد. على فكرة القلب اللي انا بحطه ده صغير جدا وبظهر شكل الوردة، بيخليها شكلها حلو. تمام، دي كرة جوزة الهند كده في قلبها لوزة جميلة قوي بجد، يعني طعمها جميل فظيع لو جبتوها بجد. طبعا وريتها لكم في فيديو قبل كده. ده طبر لونها اصفر كده، فراشة يعني لونها اصفر، ودي لونها بامبي. حبيت احطها في النص كده تلفت النظر. وده طبعا طبر الوان كده، لقيت فيه اللون الاصفر واللون الفوشيا، فقلت هيليق جدا مع لونين. زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص التورتيه تعتبر خلصت معايا. يا رب الفيديو يعجبكم وتبقى سهله، وان شاء الله تقدروا تنفذوها بكل سهوله. مع السلامه، استنوني في فيديو جديد.